وهو قلع هدومه ونايم في اختي. ماشي، يعني لسه دلوقتي قايله لي حاجه بتقول انت، وانا بدات اقول لهم يقفلوا الباب بالمفتاح من جوه عليكم، بتقول لي يا ماما بيجيب المفتاح ازاي؟ اقول لهم ايه؟ السلام عليكم. سمعنا مع بعض السيدة اللي بتتكلم ديت اسمها هبة السيد، صاحبة قناة على اليوتيوب وعلى التيك توك، وهي طالعة بتفضح ولادها وبتقول ان ابنها على ببنتها. قبل كده اتكلمت مرة واثنين وثلاثة وقلت الناس خلاص ما بقاش فيه قيم ولا مبادئ ولا دين ولا اخلاق. الناس ممكن تعمل اي حاجة علشان خاطر المشاهدات وعلشان خاطر الفلوس. السيدة طالعة وبتقول ان ابنها على علاقة غير شرعية ببنتها، وطبعا قدرت فعلا تجذب مشاهدات كتير قوي 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 في الموضوع. مش بعيد يوم او اتنين نلاقيها طالعة بتقول بخ او ايه، انا كنت بضحك عليكم، ده قصة مش حقيقية، انا كنت بقول كده بس ايه بهزر معاكم. وارد انها تقول كده علشان خاطر تكون جمعت مشاهدات وعملت فلوس كتير من القرف اللي هي قالته دوت. او وارد جدا يكون الموضوع حقيقي، وفي كلا الحالتين هي سيدة مش طبيعية ومش كويسة بالمرة لما تطلع تتكلم عن ولادها بالشكل ده، سواء كانت كذبة علشان خاطر المشاهدات وعلشان خاطر الفلوس، او لو الموضوع فعلا حقيقي فهي فضحت ولادها ودمرتهم علشان خاطر برضو الشهرة وعشان خاطر الفلوس. لو ده لو اللي انت بتحكيه ده حقيقي، يبقى شوفي بقى استشاري امراض نفسية وشوفي ولادك وشوفي التفكك وشوفي ايه اللي وصلهم لكده. اكيد حضرتك مش فاضيه لهم، حضرتك فاتحه الكاميرا والبث المباشر على التيك توك وبتتكلمي مع الناس وبتقدمي ما بتقدميش حاجه. انت هدفك كله انك تعملي فلوس حتى لو على حساب بيتك وعلى حساب اسرتك. الزوج هو كمان طالع برضه وبيتكلم، والاولاد طالعين بيتكلم، وما شاء الله بقوا ترند عيله ما شاء الله، ربنا يعني يقلل من امثالهم، طالعين بيفضحوا بعض على السوشيال ميديا علشان خاطر المشاهدات. الموضوع زي ما قلت لحضراتكم في كلا الحالتين مشكله. لو الموضوع ده علشان خاطر المشاهدات وهتطلع تقول ده انا بهزر معاكم، مشكله. ولو الموضوع ده حقيقي وطالعه بتتكلم عن اولادها بالشكل ده، في خلل وفي مشكله في الاسره دي. نتمنى ما نشوفش النماذج دي تاني على السوشيال ميديا، واكيد الست دي هتتحاسب على الفضايح اللي هي بتقدمها دي. طب هنشوف لها مقطع صغير كده غريب قوي بصراحه، يعني وهي بتحكي عن المشكله ديت تحس انها مبسوطه وسعيده جدا. طب نشوف كده مع بعض. لي على الكلام ده حبيبه، يعني حبيبه جابت تليفون محمد الايفون، قالت لي يا ماما عاوزه اوريكي حاجه، قلت لها تعالي وريني. فقالت لي انا لقيت محمد بيتكلم مع حد كلام غريب، قلت لها ماشي طب وريني حبيبتي. كلم راجل هو فاتح قناه على اليوتيوب بس مش كبيره قوي يعني في ورتني بقى المحادثه، بيتكلموا في كلام غريب بقى يا جدعان. مش عارفه احكي صراحه، حاجات غريبه بقى، قعد يقول له كذا وكذا بليغ. انا بقى شفت المحادثه كان يغمى عليا. بالله عليكم، ده شكل واحدة عندها كارثة زي دي أو عندها مشكلة كبيرة زي دي؟ دي واحدة طالعة بتضحك وبتهزر واخدة الموضوع. أنا زي ما بقول لحضراتكم الناس ممكن تعمل أي حاجة للأسف عشان خاطر الشهرة والترند، حتى لو كان على حساب سمعتهم. وعلى وعد إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.